ده انا بعتبر نفسي طالب في ثالثه ثانوي هيبدا مذاكره العربي، وده دكتور محمود هيعرفني الخطه اللي انا المفروض امشي عليها في ليله الامتحان. بعدها هو ودكتور جمال هيعرفوني ايه هي اهم الاجزاء اللي انا المفروض اركز عليها في الماده عشان هلاقيها في الامتحان. فلو انت عايز تجيب اعلى درجه في العربي كمل الفيديو لحد اخر لحظه، اما لو انت ناوي تضيع درجات من ايدك فانت هتخرج للاسف من الفيديو ده. الحمد لله المواد الاضافيه عدت على خير، ودلوقتي انا معايا 4 ايام محتاج الم فيهم العربي كله. اعمل فيهم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده بنقسم العربي عندنا نحو، بلاغة، أدب، ونصوص، قراءة طبعا هتعمل فيها ايه؟ ما لهاش، مش موجودة يعني. تمام. قراءة متحررة. تمام. نبدأ بالنحو. هتعدي على النحو كله، يعني نقسم ال4 أيام دول كل يوم لحاجة. تمام. النحو هتعدي على النحو كله. اول يوم واخد فيه نحو. هتعدي عليه بقى، انت عارف، مراجعة سريعة كده، تبص في الكتاب تشوف، هتعدي عليه سريع. في جزء معين انت عارف ان انت مش مركز فيه وما كنتش مذاكره كويس، تذاكره كويس. تمام. بعد كده بقى اخر اليوم تحل على الاقل شاملين او 3 4 بقى على قد ما تقدر، وتخلص الشامل كله. وانت غلطت في السؤال ده، طبعا هتعلم على السؤال وتبقى عارف السؤال عشان ما تنساهوش، وتروح تراجع الجزء ده في المنهج. يعني انت غلطت في النحو هتروح تراجع الدرس ده في النحو، انت غلطت في الادب تراجعه في الادب. يعني احنا النهارده اليوم بتاع النحو، بس انا غلطت في الشامل في البلاغه، هراجع الجزء بتاع البلاغه ده، هراجع الحاجه اللي انا غلطت فيها. بالظبط. تاني يوم نفس النظام. تاني يوم هتاخد البلاغه. تمام. تاخد البلاغه وتاخد معاها جزء من الادب، يعني هم مرتبطين ببعض. ماشي. فاهم؟ وفي اخر اليوم برضه تحل الشوامل. نفس النظام، غلطت ترجع. تمام ماشي. يبقى كده هقعد في اول يوم نحو، خدت في ثاني يوم بلاغه، وحليت معاهم شوامل. طب هل مثلا ممكن في نص اليوم كده ما بين الماده اللي انا باخدها او الجزء اللي انا باخده والشوامل اللي انا باخدها، ممكن مثلا احل شويه على القراءه المتحرره؟ يعني انت بتحل شوامل في اخر اليوم. تمام. فلا انت تمام يعني. خلاص تمام ماشي. ممكن تخلي القراءه المتحرره دي تخلي لها لسه اليوم التالت. هقول لك، هو اليوم التالت احنا خلصنا جزء من الادب مع البلاغه، ماشي. هناخد الجزء الباقي من الادب، وباقي اليوم ده قراءه متحرره. ماشي تمام. اليوم الرابع بقى هتبص على القصه عشان بيسأل فيها، تقراها كده. يعني القصه لذيذه، لو انت مش فاضي ممكن تشوف حد بيشرحها على اليوتيوب. هي قصه يعني انت بتقعد تسمع. انا عن نفسي والله كنت بجيب التابلت بتاع المدرسه كده واحط القصه وانا باكل بسمع القصه. فالعاده دي لسه مستمره عندي، يعني اكن انا دلوقتي لما باكل لازم بشغل مسلسل او اشغل اي حاجه، فانا كنت بسمع القصه في ثالثه سنه. فاخر يوم زي ما قلت لك، وبتشارك بقى لو في اي حاجه ناقصه. طبعا احنا الادب والنصوص خدناهم مع في النص اللي هم مع الايام. بالظبط. تمام خلاص ماشي. طيب يا رجاله، بكره دلوقتي اخر يوم خلاص قبل امتحان عربي، وانا محتاج دلوقتي انا هقعد بكره 5 أو 6 ساعات ببص فيهم على منهج تاني من الاول. اكتر حاجات ابص عليها في كل ماده ايه؟ نبدا بالنحو. النحو انت محتاج ان انت خلاص، انت كده كنت عامل يوم للنحو. أيوة. تمام. وكنت معلم على كل حاجه مثلا انت ضعيف فيها على الاقل، يعني انت عارف ان الدرس ده مثلا انت بتتلخبط فيه، هتبص عليه تاني. انت مش مضطر بقى دلوقتي ان انت تبص على المنهج تاني، يعني انت خلاص انت كده لسه فاكره بقالك 3 ايام تقريبا او حاجه زي كده، مش محتاج تراجع عليه. هتحل بقى في برضه في كل كتاب اكيد هتلاقي برضه، يعني مثلا عندك اسئله نحو بس اللي هو امسك كتير ورا بعض نحو، دي انت هتفضل تحل فيها كتير بعد ما شفت نقط ضعفك في الماده. تمام. ده بالنسبه للنحو، ما اظنش ما فيش حاجه اكتر من كده هتحتاجها. انا بصراحه شايف ان انت تحل النحو بتاع الشوامل افضل، لان هي شوامل، هي بتاعت الامتحانات. هتحل النحو بتاع الشامل وغلطت في السؤال ده مثلا في درس النحو، تروح تراجع الدرس بس. هو ده خلاص اللي انا بعمله في النحو. طيب دخلت خلصت النحو، اخش بقى مثلا على الادب والنصوص. بص، الادب والبلاغه. الادب والبلاغه لازم تربطهم ببعض. تمام. يعني عندك المحسنات البديعيه، الكلام ده كل مدرسه في الادب بيبقى ليها اسلوب مختلف. فانت تربط الادب بالبلاغه ازاي؟ لازم تكون حافظ اسماء الشعراء. اسماء الشعراء، كل شاعر موجود في مدرسة ايه. يعني مثلا عندك حافظ إبراهيم
في المدرسة الواقعية تقريبا. الأدب، سؤال الأدب أنت يعني أنت خلاص ذاكرت يوم كامل في الأدب برضو، بس الأدب يعني من المواد اللي هي يعني إيه بتتنسي، يعني زي مثلا في مواد عندنا برضو كده طب لازم تقعد تراجعها كل شوية. تمام. فأنت هتبص بصة سريعة على الدروس كلها يعني حتى لو أنت مثلا في حاجة أنت كنت مذاكرها كويس بص معلش بص عليها كمان. وفي برضه جزء المفاهيم تاخد في الأدب موجود منه كتير أوي في المفاهيم. في حاجات مش موجودة في المفاهيم ببقى أعدي عليها برضه. هات كتاب المفاهيم كده والكتاب بتاعك اللي أنت بتذاكر منه شوف الحاجات اللي مش موجودة اعمل عليها هايلايتر عشان تحفظ الحاجات عشان تستفيد برضه من كتاب المفاهيم. وبرضه الشعراء نفسهم عندك مثلا مدرسه الاحياء والبحث اللي هم كان فيها مثلا انا عارف ان محمود سامي البارودي واحمد شوقي ويعني عارف الشعراء اللي هم كل مدرسه لان هو هيديني الشاعر مثلا هيقول لي قال كذا ويديني النص ويقول لي من سمات المدرسه بتاعته ممكن يسالني في حاجه زي كده يعني وارد جدا. وبالنسبه للشعراء تقريبا انت الادب مش هتحتاج فيه اكتر من كده غير ان انت برضه تحل الاسئله القديمه يعني برضه بص على الامتحانات السابقه والامتحانات السابقه وبرضه بيكون في كل كتاب كده هتلاقي مميز باسئله معينه زي كتاب كيان. كتاب كيان تقريبا كان اللي بيحط الامتحان تقريبا بيحط منه بجد يعني انا ايام الامتحان بتاعي في السنه بتاعتي كان الامتحان فيه اسئله كنت اول مره اشوفها. فلما سالت زمايلي اللي هم حلوا من الكتاب ده قالوا لي ان احنا شفنا الاسئله دي. طيب كده عرفنا الادب والنصوص اعمل فيهم ايه وعرفنا النحو كمان. البلاغه بقى اعمل فيها ايه؟ لسه في النصوص برضه معلش حاجه كمان. النصوص وانت هتقرا النص يعني برضه دي حاجه برضه اصل الادب والنصوص والبلاغه بتحاول يعني الدنيا كلها يعني ايه مربطه ببعضها شويه. في النصوص وانت مثلا بتقرا النص كده قبل ما تبص على الاسئله انت هتقرا النص اكيد يعني. فانت لو مثلا قابلك ترادف قابلك اللي هو الحاجات دي انت طلعها لان في الاغلب هتطلب منك يعني انت تيجي تقرا الاسئله بعد كده مش هتحتاج ترجع للنص تاني. انت برضو يعني ايه تلقط الحاجات اللي هي ايه في النص المميزه اللي انت حاسس ان انت هتتسال فيها لان انت اكيد عندك سنس مثلا ازاي الاسئله بتنزل او يعني تبقى عارف السؤال هيجي لك ازاي فتطلع مثلا اللي انت عايزه من النص. والبلاغه برضو كذلك يعني انت رابط عارف برضو مثلا الاستعاره والتشبيه والحاجات دي هتطلعها برضه من النص وتكون عارف حاجات مميزه بتتسال بس يعني مش مشهوره قوي بس هي بتنزل اسئله عادي زي مثلا الصوره الممتده والصوره المركبه. الحاجات دي مهمه جدا انت تكون عارفها. في حاجات كده يعني اكيد هتلاقي مثلا ممكن تلاقي حد كاتبها ملخصه في ورقه فديت لازم برضه تكون مطلع عليها. الصوره المركبه دي كان بيبقى تشبيه واستعارة والصورة الممتدة كان بيبقى مشبه واحد وفي كذا مشبه ليه يعني حاجة وفي كذا مشبه ليه. تمام. يعني هو ده النصوص. وبرضه لما يجي لي مثلا قطعة أو أي نص لازم المفروض أنا أقراه الأول وبعد كده أقعد أطلع الحاجات قبل أصلا ما أشوف الأسئلة أو مثلا ممكن أقرا الأسئلة الأول وبعد كده أرجع للقطعة. أنت ممكن أعمل إيه أحسن منهم؟ بص أنا شايف الأسئلة يعني في البلاغة وفي النصوص يعني الأسئلة هتلخبطك فأنت النص حاول تطلع منها ماشي. إنما في القراءة لا القراءة اقرا الأسئلة الأول واعرف هي عايزة إيه وخش على القطعة نفسها. تمام. القصة احنا لسه قلنا القصة ولا لسه؟ القصة انت هتسمعها او يعني اكيد المدرس اللي عندك لو هو شارحها تسمع انت اكيد سمعتها لو ما سمعتهاش اقراها القصة يعني بس ما تكترش فيها يعني اقعد لها مثلا ساعتين 3 او شوف ملخص ليها عشان انت بس تبقى عارف الاحداث. بس القصة هو بيبقى جايب لك قطعة. تمام. قطعة من القصة يعني القصة بالنسبة لك تبقى شبه قطعة العربي كده. انت ممكن تستنتج الاجابه من القطعه او لو انت عارف القصه بقى ده احلى بكتير يعني انت عارف القصه فالاجابه تبقى اسهل بالنسبه لك. بس انت لو مش عارفها برضه قوي يعني انت هتقدر تستنتج الاجابه من القطعه. وبرضه في اسئله في القصه يعني انت مش محتاجه تفكير يعني مثلا في طه حسين مثلا يقول لك ايه الحاسه اللي هو فقدها. والله بجد في اسئله السؤال ده تقريبا نزل السنه اللي فاتت ده. ففي اسئله انت بجد يعني القصه مش اللي هي معتمده قوي على شغلك طول السنه اللي هو معتمده زي ما محمود قال انت ممكن تستنبط الاجابات من الفقره وهو هيديك في الاغلب يعني هيديك الاجابات فيها.
بس وفي اسئله ممكن تكون فيها استنباط برضه من الفقره. هي نفس فكره القراءه المتحرره، بس الفرق ان انت ده منهج مقرر عندك، انت ممكن انت عندك خلفيه عنه. غير مثلا القراءه هيديك مثلا فقره انت اول مره تشوفها، في الاغلب ممكن تكون قريتها قبل كده بس في الاغلب انت اول مره تشوفها. لا مستحيل تكون قريتها. ممكن. القصه بتاعتها جايه لها اشرب اللبن يعني عادي. لا كل سنه على فكره بيخترعوا قصه غريبه اغرب من اللي قبلها. المهم وفي حاجه، في نقطه مهمه قوي، كان حاجه اسمها البرقيه. ايوه. اللي هي في التعبير. ندوه. الندوه. الحاجات دي راجعوها وبصوا عليها تاني ان هي مهمه. ايوه صح. هو بالنسبه للمقال ايه اللي بقى اللي بيجي في المقال، ايه الاسئله اللي بتيجي؟ هو سؤالين، سؤال في القصه والسؤال بتاع السنه اللي فاتت كان جاي ندوه. تمام. بس تكتب كده حاجات تانية، ممكن يجي حاجة تانية، فأنت ده درجات عندك مهمة فلازم اخد بالي منه. تمام. يبقى انا كده عرفت النحو، وعرفت اعمل ايه في البلاغه، وعرفت كمان في الادب والنصوص، وعرفت في القراءه المتحرره، وعرفت المقالي. اظن كده خلاص احنا ان شاء الله. في اسئله تعبير تقريبا بتنزل. أيوة. غير سؤال في الاختيارات اللي هو الاسئله الام سي كيو دي، كان بيسال برضه اسئله غير يعني اللي هو السؤال كان بيجي اي جمله تلاقيها صحيحه بالظبط. المهم في برضه افكار فيها انت عدى عليها، اما الافكار تتعدى على الصوابع يعني، اكيد مثلا ايه هتلاقيهم مكتوبين في كتاب، لكن برضه لازم تتعدى عليها. هي افكار بسيطه جدا وصغيره جدا. ما انت مثلا محمد صلاح عامل لها مثلا هتلاقيها افكار صغيره جدا يعني تعليقنا يا دوب بس هتفتكرها. اما في الاغلب انت هتكون عارفها، بس انت برضه تفتكرها. او ممكن في ناس ما بتبصش على الحاجات دي بتسيبها للاخر، فاوعى تنساها برضه. خلاص حاضر ماشي. في كده حاجه تانية ممكن اعملها في العربي؟ ما حلتش كتير بس. خلاص تمام. شكرا.